خبير الميكانيك مقدم لكم من طرف ميكانو المغرب وأفريقيا. خوتي الحريفية، السلام عليكم. بغيت نشارك معكم الجواب للسؤال اللي طرحه لنا السي محمد من مدينة أكادير. سؤال تيقول: عندي واحد السيارة ألمانية الصنع موتور إيسونس 2018 فيها مشكل ديال الفونتيلاتور تتبقى خدامة، وفي الطابلو طالع باللي الحرارة ديال الموتور تقريبا 120 دوغري. استعملت لاباراي دياغنوستيك ملتي مارك باش نقرب ميموار الديفو تعطيني ريفوديسمون دي موتور ا كوموند كارتوغرافيك تيري ب6 انسيفيزون. خويا محمد، قبل ما تبدل حتى شي بياسه تاكد بلي نظام التبريد مبيرجي مزيان وما فيهش الريح، ودير في بالك بلي من غير البيرج العادي اللي تنعرفو جميع راه في هاد السياره خاص تستعمل لاباراي دياغنوستيك في البيرج. الاحتمال الثاني يا خو محمد هو المشكل يكون في شي بياسه اللي تتعيق الحركه ديال سائل التبريد وتتخلي الحراره تطلع والفونتيلاتور تبقى خدامه، بحال لا بومباو ولا تيرموستا ا كوموند الكتريك. ويا محمد، قبل ما تبدل حتى شي بياسه تاكد باللي النظام التبريد يعني السيركو دو ريفوديسمون بيرجي مزيان، يعني ما فيهش الريح. في هذه الحاله سي محمد غير خاصك تبيرجي السيركو دو ريفوديسمون بالطريقه الكلاسيكيه، يعني تخلي الماء يدور وانت حال بيرجور باش يخرج الريح كله، وتعتمد على لاباري دياغنوستيك في البيرج. تاكد بالروتور باللي السائل ديال التبريد تيدور مزيان، يعني واش خاصك تبدل البومباو ولا لا، وتاكتيفي بلاباري دياغنوستيك التيرموستا ا كوموند الكتريك. الا سمعتيها خدامه راه مزيان، ما سمعتيهاش خدامه في هذه الحاله راه خصك تبدلها. كنتو مع خبير الميكانيك قدم لكم من طرف ميكانو المغرب وافريقيا.